السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ النهاردة هعمل معاكم بان كيك. يا رب طبعا يعجبكم مني. انا عملته يعني عشان خاطر ابني بيحب الكيكات قوي قوي قوي، وهو اللي قال لي يا ماما اعملي لي بان كيك. طبعا خفيف جدا وسهل سهل جدا جدا فوق ما تتخيلوا. هو ما بنحتاجش فيه غير طاسة بس كده. يا رب يا حبايب قلبي يعجبكم النهارده وصفتي. وهبدأ معاكم طبعا بالمقادير. بس طبعا شوفوا الحلاوة، شوفوا التظبيط اللي انا كنت مظبطاه لاولادي. يا رب طبعا تعجبكم وتعرفوا هي قد ايه قد ايه، بجد 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 خفيفة وجميلة جدا، وخلصت والله خلصت في وقتها. ولادي مرضوش يسيبوا اي حاجة، قالوا احنا لازم نخلصها. وجميلة طبعا في الشتاء، في قعدتنا كده مع بعض، قعدة عائلية مع بعض. طبعا بتبقى جميلة ان انت تقدميها برضو لضيوفك، وهي حاجة حلوة بجد وسهلة وسريعة. وهبدأ معاكم بالمقادير ونقول بسم الله. هنا طبعا جبت معاكم بولة فيها طبق بيضتين بحرارة الغرفة اهم بيضتين ونجيب بعد كده بالظبط بالظبط 3 معالق سكر. يعني انا بصوا انا ماسكة البرطمان وبفضي منه من قدامكم بالمعلقة. ادي واحدة، ادي اتنين، ادي 3. شفتوا يعني؟ مش اسهل من كده، هم 3 معالق. مش اسهل يعني، مفيش اسهل من كده بجد. وحطيت 2 فانيليا، طبعا بعدد البيض احنا بنحط الفانيليا. انا عندي فانيليا اكياس وهضربهم في الوقت ده. طبعا هضربهم الاول مع بعض بس ببوش السكر بس. طبعا بقعد اضرب فيهم لحد ما نلاقي لونهم فتح والسكر كمان داب معانا. وهنا معايا نص كوباية صغيرة، شايفينها اللي هي بتاعة القهوة، حطاها والمضرب شغال الناحية التانية. يعني مكونات بسيطة جدا. وهحط طبعا معاكم معلقة واحدة بيكنج باودر او محسن كيك. انا بحب استخدم محسن الكيك. انتوا شايفين معلقة واحدة بس اهي اللي انا استخدمتها، ولسه الكيس فيه. يعني انا استخدمت معلقة واحدة بس. هنزل برضو معاكم بالدقيق. طبعا زي ما انا قايله لكم الدقيق طبعا على حسب ما بيلم مع الواحد. انا حطيت ادي كوبايه وادي الكوبايه التانية. وطبعا هضرب طبعا بالمضرب اليدوي اللي هو السلك العادي على حسب ما اشوف طبعا العجين قدامي. طبعا لسه طبعا هحط اللبن معاكم. وهو اللبن طبعا عبارة عن كوباية لبن او كوباية الا ربع لبن. انا طبعا حطيت كوباية معاكم، يعني كوبايتين دقيق وكوباية لبن. وهحط كمان نص كوباية لبن عشان انا حسيت ان هي ماسكة شوية، فحطيت نص كوباية لبن. يعني دلوقتي المقادير نص كوباية ونص لبن، كوبايتين دقيق، بيضتين، كوباية الا ربع سكر، وكوباية الا ربع زيت، وكيسين فانيليا، ومعلقه بيكنج باودر. كده العجين ظبط معايا جدا. عجينه الكيكه طبعا بتبقى مش ماسكه زي ما انتوا طبعا حضراتكم شايفين، هي بتبقى سايله كده. وهبدأ بقى احطها في ازازة. الازازة دي انا اللي خرمتها، ازازة لقيتها عندي بغطا، وخرمت الغطا بتاعها بمسمار سخنته على البوتاجاز. طبعا وحطيت القمع ونزلت بالعجينة بتاعة الكيكة جواها. في الوقت دوت كنت حطيت الطاسة على النار. طبعا عايزينها تبقى سخنة والنار هادية خالص. ونزلت زي ما حضراتكم شايفين عملتها. طبعا حجم اللي تحبوه بنحطه. طبعا بتحطيش في الطاسة اكتر من 4 5 وحدات بالكتير، وبتسيبيها لحد ما بتلاقي فيه فقاعات ظهرت فوق الكيكة. يعني لحد دلوقتي لسه بادئة تظهر. ايوه شايفين المنظر ده؟ كده بقى بتقلبي وانتي قلبك جامد وهتلاقيها من تحت احمر كده. هتلاقيها طبعا احمرت، وزي ما حضراتكم شايفين اهي كده احمرت. طبعا انا خلصت وعملت الكميه اللي معاكم دي اللي انتوا حضراتكم شايفينها دي. وكان في تاني على فكره في طبقين صغيرين. انا سيحت شوكولاته اللي هو الخام العاديه، وحطيتها كده في كيس معايا ورشيت. عملت طبعا الشكل كده عشوائي يعني، زي ما حضراتكم تحبوه وزي ما حضراتكم بتحبوا تعملوه بتعملوه. وزينتها بفراولة
كنت عايزة احط موز بس صراحة ما لقيتش عندي. طبعا بتزينوها بالفاكهة اللي تحبوها، وفي الوقت ده تقدري تأكلي ولادك الفاكهة اللي هم عايزين ياكلوها والمفيدة ليهم. وفي نفس الوقت دي حاجة بيتي معمولة، الكيكة البانكيك دي حاجة انتي عاملاها بإيدك وعارفة هي قد ايه حلوة ونضيفة، وكفاية ان هي من البيت وان احنا بندخل اكل صحي لأولادنا. ودي اكتر حاجة بتبقى جميلة جدا لأولادنا، بالذات في الجو الشتا اللي احنا فيه. يعني ممكن تقومي تعمليها على طول، ما تاخدش معاكي بالظبط تلت ساعة، نص ساعة بالكتير. تعمليها بسرعة جدا لأولادك وهم قاعدين مع كوباية شاي بلبن. ورب وصفتي تعجبكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.